السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خويكم أبو العرجة جايب لكم قصة يمنية من نوادر القصص اللي تسمعونها. للتنبيه أخوتي وخواتي، إذا نالت إعجابكم هالقصة هذه أتمنى منكم تدعموني باللايك والتعليق والاشتراك لأجل أستمر معاكم بسرد القصص الحلوة والواقعية. تنطلق أحداث قصتنا من اليمن، من أحد القرى، وهذه القرية أخوتي تقع بين جبال وغابة، يعني تتألف هذه القرية من تقريبا 30 بيت. وكان بيعايش رجل بهالقرية هذه هو وحرمته وولاده الأربعة، ومن ضمن ولاده عنده بنته الكبيرة اسمها ترفة وعمرها 16 عام، وأخوها اللي أصغر منها اللي اسمه ظافر وعمره 12 عام. فهذا أبو ترفة ما هو صحاب هو وزوجة أخوه، لأني مرت أخوه يا سبحان الله ما تحبهم يعني لهالجماعة أبدا. وعلى طول حين ولادها وولاد حماها يصير بيناتهم يعني مشاكل لما يلعبون سوا، تحرج زوجها وتقول له ولد أخوك نعتهم وولد أخوك صفتهم، وهذا ظافر ابن أخوك ضرب ابني. ويعني على طول هالرجال يجي على أخوه ومزعوج وتوصل معاهم للشيطان الرجيم من كثر حرمته ما تحرشوا على أخوه. فقرر أبو ترفة انه يطلع منها القرية هذه ويعمر بطارف هجبلة يبعد عنا القرية تقريبا حول 3 كيلومتر. عنده قطعة أرض ومنها للجبل، والجبل هذا بيه شجر يعني مشجر من الدولة كلياته. وبالفعل أبو ترفة ضب ولاده ضب حرمته وقصر الشر وبعد عنا القرية تقريبا 3 كيلومتر وقام يعمر بيت. وبالفعل عمر بيت وزبطه والأمور صارت كويسة، وسوى مطرح لهالحلال اللي عنده، لأن عنده تقريبا حول 150 راس من الحلال. وقال أقصر الشر ما بينه وبين أخوي لا نهار يتوه بيا أو أتوه بأخويا من حرمة أخوي وانخسر بعضنا. وكان بيعدهم أخ ثالث، ولكن هذا أخوهم الثالث اللي يقولوا له أبو محمد رجال خلوق ورجال كويس، ويعني يحب بيت أخوه أبو ترفة الدرجة كبيرة. ولكن هذا أبو محمد يوم من ذات الأيام راح على السعودية لجل أنه يعمل قاد، وبالفعل من قديم الزمان استقر وقعد هالرجال بالسعودية. ويعني مثل ما تقولون هالرجال كأني صار سعودي وما عاد يجي على اليمن أبدا. تقول ترفة بيوم من ذات الأيام عقب ما عمرنا واستقرينا وجرت الأيام لمدة تقريبا عام صار العيد. فهين أبوي قال يا بنتي يا ترفة إيش يلزمك من السوق أنتي وأخوك ظافر، لأني بدنا نروح أني وأمك لجل إنه نجيب لكم ملابس جداد. قلت له يا أبوي اللي تجيبونه أني رضيان بيه. قول أبوي كويس علينا وحنون هو وأمي لدرجة كبيرة وما يرفض لنا طلب أبدا. فأبوي ركب بالسيارة وخذ أمي معاه وخذ أخوته 2 من عدا أخوي ظافر، لأنه قالوا يا ابني يا ظافر ظل بالبيت هنا ونس مع أختك، علمك بيتنا متطرف عنا القرية وأختك ما يصير تظل لحالها وعمرها تقريبا 16 عام. فظل أخوي معاي ونس. وراح أبوي وأمي وأخوتي لجل إنه يجيبون أغراض على العيد ويجيبون ملابس. ولكن يا جماعة الخير قدر الله وما شاء فعل. عقب ما راح أبوي تأخر وصارت الدنيا ليل وما جاء. وبالفعل هنا نزلت على عمي وقلت له يا عمي ترى أبوي تأخر وللحين ما جم وليهم رايحين من الصبح. وإنه يقول يا بنتي الغايب وحشتوا معاه، يجوز أبوش تأخرهم ويجوز اليوم ما يمداهم يجون لأنه البلد بعيدة عنا كثير، وجوز يباتون وثاني يوم يجون. ولكن هنا مرت عمي احترفت علي تقول ترفة، وانها تقول يا ترفة لسه حالك مالهم رايحين 6 7 ساعات وجيتي تركضين وصيح خافة هلي صاير معاهم شي، وهلك ويش يريد يصير معاهم باكر يجون هلك. تقول يعني هالحرمة يا سبحان الله ما تحبنا ولا تطيقنا أبدا ولا تطيق أمي. قول رديت على البيت
بالفعل صارت الدنيا ليل، وامي وابوي واخوتي ما جم. وثاني يوم يا جماعة كذلك الامر، وقربت تصير الدنيا مغرب. فهين توجهت على بيت عمي النوب، وقلت له يا عمي اليوم اهلي ليهم نهارين وما جم. فهين عمي بالفعل ركب سيارته واطلب على البلد اللي تبعد عنا تقريبا حول 70 كيلو متر. ولكن يا جماعة الخير، حين رد عمي من هالبلد وراح يسأل عليهم، وكان لنا قرايب بهالبلد غاد، لقى انه صاير معاهم حادث امي وابوي واخوتي، وانهم متوفين مالهم تقريبا 3 ساعات حين عمي وصل البلد. تقول فجابوهم لي عدنا على القرية، وكانت صدمة كبيرة علي بحياتي اني واخويا ظافر، انه فقدت امي وابوي واخوتي الاثنين اللي معاهم. قول المهم سوينا مراسيم التعزية ومراسيم الدفن، والله يرحمهم ويرحم اموات السامعين. وتقول هنا ظلينا عايشين بهالبيت اللي يبعد عنا القرية تقريبا حول 3 كيلو متر. ولكن يا جماعة الخير، جتني عمتي اخت ابوي من القرية عقب ما فضلت هالعالم من التعزية، وانها تقول يا بنتي يا ترفة، ليش ما تجيبين اخوك ظافر وتنزلين على حوشكم القديم اللي بالقرية وتسكنون بيو؟ يا بنتي عقب ما توفى مهلك وانتي بنت حدثة وصغيرة عمر، واخوك صغير عمره 12 عام، ترى مطرحكم بعيد عنا القرية، وعلمك يا بنيتي يعني بيه وحوش بالقابة هذه ومليانة ذيابة. ويا بنتي انزلوا جوا وعيشوا ببيتكم القديم. تقول اني ما اريد انزل لي جوا واعيش بحوشنا القديم، لاني عمتي هذه صايرة جارتنا الحيط على الحيط، واذا بدي انزل جوا واسكن بحوش اهل القديم راح تسوي بيا الهوال. هين قلت لعمتي يا عمه الله يرضى عليك، الحمد لله امورنا كويسه وبيتنا كويس وظابط، وعندنا الحمد لله سلاح، واني علمك بنت ريفيه وظل اروح اجيب حطب بالحالي نوبات من الغابه وما يهمني، واعرف اضرب بسلاح. ويا عمه ما انزل جوا ولا اسكن كتر بيت عمي، لانه مرت عمي انت تعرفينها اشنو من طير. وانها تقول يا بنتي يا ترفع على راحتك، ولكن ديري بالك على حالك وديري بالك على اخوك. قول يا جماعة مشت الايام والليالي، وهينا قاموا يتقدموا لي عقب سنة من شباب هالقرية لجل انه يخطبوني، ولكن اني رفضت الجيزة ابدا، وقلت لهم اذا اخويا ظافر ما كبر وزوجته على يدي ما راح اتزوج ابدا، اني ما اتزوج وعيف اخوي صغير عمر. فقامت تمشي الايام والليالي، الحين ما صار عمري يا جماعة الخير 22 عام، واخوي هين علمكم بهال6 سنوات صار عمره تقريبا 18 عام. ويوم من ذات الايام صارت الدنيا شتاء، وقامت هالدنيا تمطر، وشال المطر سخي من اول السنة. فهالناس والخلق كلها قامت تقول الله كريم، وان شاء الله هذه السنة سنة خير، وان شاء الله يجي موسم كويس. وبالفعل حين صار كانون وصار واحد اشتد البرد لدرجة كبيرة يا جماعة الخير، وقامت الدنيا تثلج. تقول قامت الدنيا تثلج لمن الثلج تقريبا صار حول النص متر بالقاع. وهنا اخويا ظافر راح من الظهر على القرية لجل انه يقعد ويا ربعه وقرايبه ويتهرج. وتقول صارت الدنيا تقريبا قبل المغرب حول بساعة، وهنا طلعت لجل اجيب حطب واحط بالصوبة، ولكن ضحكت على الحطب الموجود انه ما ضال كم شندوخ شجرة، وانه الحطب ما يكفينا انه نعلق بالليل. فقلت لحالي اريد اروح على هالقابة لجل اجيب لي كم شندوخ من هالشجر وحطب، واجيب لجل انه ليجا خويا المغربيات نعلق مشان ما نبرد، لانه الدنيا باردة وثلج لدرجة كبيرة. ولكن اللي راح يحصل معاي بالغابة ما راح يخطر على بالكم ايش اللي بده يصير معاي. تقول بالفعل شلت كسريتي وتوجهت ل3 القابة، ولكن عقب ما ابعدت عنا البيت حول 350 متر وصلت اول القابة وفتت بيها، وان اشوف من بعيد وكأني بي رجل انه مبطوح على الثلج.
تقول والله استغربت يعني، ومثل انه الثلج صاير يعني قسم فوقه، ويلا مبين راسه ومبينات ايديه هالرجل هذا. تقول على جناح السرعة سارعت لي عند هالرجال، وبالفعل انه شاب عمره تقريبا حول 27 28 عام، وانه مبطوح على بطنه والثلج مغطي قسم من رجليه. ولكن الغريب باللي لقيته بالرجل هذا انه حين جيت عليه وقمت اصحيه وقلبته على ظهره، انه بيه جروح بوجهه وبراسه، وانه جسمه النوبة مطعن، وانه وضعه سيء هالرجل هذا لدرجة كبيرة، ورايح يموت من البرد. حتى جروحه اللي داعي ينزفن من كثر البرد والثلج قاطع هالدم ومثل الجامد. فدحقت على وضعه وحطيت اذني على قلبه، وانه قلبه شغال وانه داعي ينبض. فهنا عرفت انه هالرجال هذا مو هو ميت. تقول يا جماعة يعني اني بنت صحيح عمري 22 عام، ولكن عظم الرجل يصير ثقيل. تقول حاولت اني اسحبه ولكن صعب علي، فقمت على شناديخ هالشجر، قطعت لي 7 8 شناديخ، واني ماخذ معاي حبل، فقمت اربطهن بالحبل على بعضهن لجل اسويهن مثل الشحيطة، لجل احط الرجل هذا عليهن واسحبه من فوق الثلج واخذه لي عندنا على البيت. يقول يعني المسافة 350 متر تقريبا. يقول المهم على جناح السرعة ضبطت شناديخ هالشجر على بعضهن، وحطيت الرجل هذا المطعن اللي ما عرف ايش سالفته، وقمت اسحبه بالحبل لجل انه اخذه على البيت اللي عندنا. وبالفعل ما وصلته البيت يا جماعة الخير الا ما حد ويا حدا كثر ما هلكت. وهنا تقريبا صارت عند غيبة الشمس يعني قابت، وقام يخيم الليل. تقول على جناح السرعة فوتته جوا وحطيته على التخت، وقطعت من شناديخ هالشجر اللي سويتهن وسحبتهن بيو، قطعت منهن وحطيت بالصوبة وعلقت الصوبة وقامت ترعد. تقول لجل انه يدفى هالرجال لانه البرد رايح يقتله. فهنا البيت قام يدفى وانه يندق الباب عليا. تقول قمت ورحت على الباب فتحت، وان اخوي ظافر والله فات وحاط دينه بجيوبه، وانه يقول ولي اختي علقت الصوبة. قلت له ايه بالله علقت وما كان عندنا حطب، ولكن يا اخويا يا ظافر تعال شوف ايش لقيت بالغابة. وانه يقول شنو هالرجال هذا اللي حاطته على التخت يا اختي يا ترفة، ومنين جاي هالرجال؟ قلت له ولي اخوي رحت لجل انه اجيب شوية حطب من هالغابة، ويا اخويا لقيت هالرجال مبطوح على بطنه على الثلج ومطعن، وشوفت عينك ودحق شقد بيه جروح وشقد ماشي الصدمات. يقول اخوي جاء على جناح السرعة عليه، وانه يقول يا اختي على السريع روحي سخني شوية مية وجيبي اشياء لجل انه ننظف هالدم من هالرجال من هالجروح اللي بيه. وايش سالفة الرجال هذا؟ قلت له يا اخوي علمي علمك لسه هالرجال ما قعد وكأني رايح بغيبوبة. فهنا توجهت وبالفعل جبت شوية مي ساخنة، وقام اخوي ينظف له جروحه لهالرجال وشلحوا ثيابه وغطيناه بواحد من الحرامات، وقام يمسح له وجهه من هالدم ويمسح له جسمه، وكان بيه جروح ولكن الحمد لله ما هي بليغة، ولكن اكثر صدماته صايرة براسه. تقول عقب اخوي ما نظف هالدم عنه وبيه عندنا صيدلية اولية يعني تبع قرية، جبنا منها الصيدلية الصغيرة اللي عندنا بالبيت منها المعقمات، وقمنا نحط على جروحه وضمدنا له اياهن بشاش. وعقب تقريبا ساعة ما نظفناه وبالفعل هنا دفي البيت مظبوط، هالشاب هذا قام يتململ وقام يطالع صوت. فهنا اخوي جالس كتره قام يشممه سبيرته لجل انه يحاول انه يفيغه وانه يقعد ويعلمنا بسالفته. وبالفعل هنا فتح عيون الشاب وانه يقول اني وين؟ قلنا له يا اخوي ما عليك انت ببيت اخوك ان شاء الله واختك، وشوف اني مطعن. يقول حاول يتجلس الشاب هذا، ولكن حين راد يتجلس يا جماعة قام يتوخوخ واخ قام يقول وصفحتي وراسي. فاخويا ظافر حط ايده على صدره وقال له يا اخوي ارتاح ولا تتجلس من فراشك، لاني انت ترى مطعن وماشي الصدمات كثير، وانت يا اخوي ويش سالفتك؟
وانه يقول يا اخوي ما اعرف اني ايش اللي جابني للمكان هذا. قلنا له والله لقيناك بالغابة، انت شو اسمك منين؟ وانه يقول اسمي. واشوف تقول ترفع لما سأل اخوي ظافر عن اسمه يا جماعة، هالرجال قام يقول له اني ما اعرف اسمي. ايش اسمي اني ما اعرف؟ وانه يقول له واحد ما يعرف اسمه؟ شلون ما تعرف اسمك؟ وانه يقول له يا اخوي ما اعرف اسمي اني. قال له طيب انت منين؟ قال له اني ما اعرف اني اني منين. تقول ترفع فهين احترف علي اخوي ظافر وصفق ايد بيد، وانه يقول له حسبي الله ونعم الوكيل، مبين عليك انك فاقد الذاكرة يا اخوي. فهذا الشاب حين قال له اخوي الكلام هذا اشوفه وهو مصلوح، وحدة من عيونه قامت تدمع. قام اخوي ظافر يقول له يا اخوي لا تاكل هم، واهلا وسهلا بيك، ترى واحنا هلك، وعلى كل حال ان شاء الله انه نكتشف ايش صاير معاك بالغابة ونعرفه هلك. وروحوا يا اختي يا ترفع سوي له شوية شوربة عدس لجل انه هالرجال ترد عليه روحه. تقول اني بالفعل رحت وطلعت شوية عدس وطبخت له اياها وجبت له معلقة. وقام اخوي ظافر يشيل بالمعلقة ويحط بثم هالرجال. قال له يا اخوي اكل لجل انه ترد روحك عليك. وهالشاب قام ياكل بالفعل لما خلص صحن العدس كلياته وردت روحه عليه. تقول هنا جلسنا كتروا على الكنباية، وقلت لاخويا يا اخويا يا ظافر ليش ما تروح تصيح لعمتي من القرية لجل انه تجي وتعرف بالسالفة، لانه ما يصير نقبي عن عمتي. وانه يقول ايه بالله يا اختي ان شاء الله اروح عليها واصيح لها، ولكن مو الحين. الحين يا اختي صارت تقريبا الساعة حول عشاء وما بدي اروح والدنيا عم تثلج وثلج للركبة صار. قلت له ايه بالله يا اخوي اليوم ريح، وان شاء الله باكر نصيح لعمتي ونصيح منها القرية لجل انه يشوفون هذا الرجل عندنا، لجل ما يقولون ترى انه منين جايهم الرجال هذا وش بيه وراه من السالفات. وعلمك يا اخويا يا ظافر العالم ما ترحم بكلامها. وانه يقول ايه بالله يا اختي يا ترفع وتكرم عيونك. قول المهم هنا الرجال ارتاح عقب ما شلى وحط راسه ونام، واحنا حطينا راسنا ونمنا واصبحنا واصبح الملك لله. فهنا جيت على اخوي وقلت له يا اخوي يا ظافر روح صيح لعمتي وصيح لعمي لجل انه يجون ويشوفون هالرجال هذا وايش سالفته. وبالفعل يقول ظافر توجهت على القرية ورحت، وهنا كان الثلج يا جماعة الخير صاير لفوق الركبة، يعني المشي صعب لبين ما أوصل القرية. وبالفعل حين وصلت عمتي سلمت عليها وقلت لها يا عمة هيك القصة، ولقينا شب الغابة البارح رجال وهيك سالفته. وانها تقول واليا وليدي يا ظافر وشلون لقيتم هالشب بهالغابة وشلون جاي على الغابة وشلون مطعن؟ قلت لها والله يا عمة هذا اللي شفناه عليه هالرجال، واختي جايبته على البيت ساحلته لمن وصلته للبيت لانه رايح يموت من البرد. وانها تقول لي روح صيح لعمك على جناح سرعة لجل انه نروح ونشوفه. يقول ظافر بالفعل قلت لعمي النوب وتهيرت مرت عمي مع عمي حين سمعت بالسالفة، وانها تقول له بدي اروح معاكم اشوف شنو هالرجل هذا. يقول جبت عمتي ومرت عمي وعمي وجم لي عدنا على البيت. وحين وصل مفاتم قام عمي يسأل هالرجل هذا ويقول له يا ابن اخوي انت منين ومني العمام ومنين جاي وشلون جيت على الغابة ومين مسوي بيك هيك ومين مطعنك بجسمك وضاربك على راسك، يعني وضعك سيء يا ابني لدرجة كبيرة. ولكن هالرجال يقول له ما اعرف اني ايش اللي جابني على الغابة وما اعرف اني منين، ما دعد اتذكر شيء ابدا يا عمي. وانه يقول لي يا بنتي يا ترفة ملابسه اللي كان لابسهن وينهن؟ قلت له يا عمي اخوي شلح وياهن واعطاه من ملابسه ومحطوطات هنا مليانات كلهن يعني ادمايه. وانه يقول يا بنتي ما لقيتم هوية لهالرجال اوراق ثبوتية تثبت شخصيته؟ ترى الرجال فاقد الذاكرة ابدا وما يعي يتذكر ايش اسمه ومين اهله. تقول قلت له يا عمي والله ما فتشنا بيهن. تقول اخوي ظافر على جناح السرعة توجه على الملابس وبالفعل قام يفتش بيهن، ولكن يا جماعة الخير ما لقينا له أثر، لا أنه بهوية ولا أوراق ثبوتية وأنه تدل عن شخصية
هالرجل هذا هو مين، ولما ما لقينا له أوراق ثبوتية حاول عمي انه يقول له يا ابني تذكر انه وانت منين، ما يخطر على بالك امر، تخيل يعني قريتك، ابوك، امك، اسمك، وانه هالرجال دمعته تسيل ويفتح بديه وانه يقول له يا عم والله ماني متذكر ايش اللي حصل وايش اللي جرى معاي، واني ابن مين او ايش اسمي ماني عرفان. تقول هنا عمي قال هالرجال ترى فاقد الذاكرة وحسبي الله ونعم الوكيل، ولازم نعطي خبر لهالحكومة والدولة لجل انه يجون يشوفونه بلشي على بصمات اصابع ويتعرفون عليه. وهنا عمتي احترفت على عمي وانها تقول له يا اخويا طول بالك والحين مو وقت انك تنطي خبر للحكومة، لان علمك الدنيا ثلج والطرقات كلها تسكرت وما تقدرون تروحون على البلد لجل انه تنطون خبر للدولة. يا اخوي ليه تكشفت الدنيا ان شاء الله بعدين تروحون وتعطون خبر لهالحكومة. قول المهم وقمنا نداريه وقمت انا اطبخ له وقمت احلب له من الحلال واسقيه لجل انه يرد عافيته. وتقول اخويا ظافر قاعد عند راسه وما عاد يعيف هالرجل ابدا، وكل ساعتين ثلاث هالرجال يحترف علينا ويقول اني بيش بدي اجازيكم وبيش بدي اكافيكم، لولاكم انتم اني الحين ميت بالغابة وما جلتني ذيابة، ولكن الله سبحانه وتعالى بعث لي اياك يا ترفة لجل انه تنقذين حياتي واني ترى مدين لكم بحياتي كلها. وان اخوي ظافر يقول له يا اخوي هذا واجبنا، واختي لما لقتك بالغابة وجابتك يعني هذا واجب عليها انها تنقذ حياتك مو هو مانية. قول يا جماعة قامت تمشي الايام والليالي وقمنا نحاول انه هالرجل يتذكر مين منين هو لجل انه نقضب طارف خيط، ولكن ما بفايدة ابدا. هالرجال جني منها الصدمة اللي ما تشلها فاقد الذاكرة. تقول مشت الايام وهنا عمتي كل يوم قامت تجي وتظل عدنا للمقرب وتروح وتطمن عنه، وعمتي كانت داية وبنفس الوقت تعرف بالجروح وشلون تداويهن، يعني من قديم الزمان ماخذه هالامر هذا من ابوها من جدي لما كان يداوى الناس حين تنجرح. قول المهم مشت الايام، عقب 10 ايام بطلت الدنيا تثلج وتكشفت الدنيا وطلعت الشمس، قام يذوب هالثلج شوي شوي. وهنا هالرجل هذا قامت تتشافى جروحه وقام يبرى من الجروح البيو. يقول جرت الايام يا جماعة المدة تقريبا 15 يوم، وهنا اخوي ظافر يسولفوا واني اسولف معاه النوب وانت هرج. وقلنا له يا اخوي انت ما دامك ما انت متذكر اسمك لازم نطلق عليك اسم لجل انه ننادي لك بيو، ايش تريد الاسم اللي نسميك بيو؟ وانه يقول يا اخويا يا ظافر كيفكم انت وترفع ايش مردتم تسموني اني ما عندي مانع. قلنا له يا اخوي شو رايك نسميك الذيب، لانه لقيناك بالغابة وما واحد انه يصير بالغابة الا كونه ذيب وانت ذيب. يقول هنا قام يضحك وانه يقول والله يا ترفع يلون منتي منغذى حياتي، والله الحين ما شفتنا ذيابة ولا ذيب ولا شي. تقول المهم قال كيفكم قمنا نناديله يا الذيب. وجرت الايام يا جماعة الخير المدة تقريبا 25 يوم، وهنا الرجال تعافى وقام يطلع لي برا وقام يفوت معانا، والثلج ذاب ابدا وما ظل يعني توالي ثلج بهالقاع، وهالرجال استانس منا لدرجة كبيرة. ولكن يا جماعة بيوم كنا قاعدين المغرب وانه فايت علينا عمي وفايت علينا مرت عمي وجايبة معاها عمتي النوب، وانه وجوههم مي زينة ابدا. وهنا الرجال كان يقضي عازة برات البيت يقضي شغله وما كان بالبيت موجود معانا، فحين فاتم علينا وانه عمي يقول لي وين الرجال يا ترفة اللي كان عندكم؟ قلت له يا عمي والله طلع يقضي امر والحين يجي. وانه يقول يا بنتي يا ترفة انت وهذا اخوك ظافر يسمع، ما يصير الرجل هذا يظل عندكم هنا بالبيت، ترى والعالم بالقرية قامت تسولف عليك يا ترفة يا بنتي وعلى اخوك ظافر،
ويقولون عندهم رجال غريب بالبيت ودع ينام وياهم. قلت له يا عمي ايش الكلام هذا؟ الرجال شريف والرجال مطعن، واحنا جبناه لجل انه نداويه، وعلمك كانت الدنيا ثلج، ما قدرنا نعطي خبر للحكومة لجل انه هم يجون يتصرفون يا عمي. وانه يقول يا بنتي يا ترفة ترى هالرجال اني بدي باكر اخذه معاي لجل انه ناخذه على هالدولة واسلمه للدولة ونقول لهم هيك شي سالفته فاقد الذاكرة وما نعرف عنه شي. ترى والقرية كلها قامت تعرف بسالفة الرجل هذا اللي عندكم. ترى وما عاد حدا يخطبك يا ترفة، ولا عاد حدا يتزوجك. تقول اني هنا جلست على التخت ويا جماعة لما عمي قام يوجه لي الكلام القاسي هذا ويقول لي ما عاد حدا ياخذك من القرية او يتقدم لك ويخطبك، يعني كلام ثقيل، وكأني مرت عمي محرشته وتريد تشيدني عار بهالرجال هذا. فقلت له يا عمي اني ماني قايل لحدا يجي ويخاطبني، واني سويت الضميري يمليه علي حين لقيت هالرجال بهالقابة. تقول واحنا بالكلام هذا وانه احترف وان الذيب واقف على باب البيت وانه سمعان حديثنا، وانه يقول يا عم ولا تهون اريد اتكلم معاك كلمتين. وانه يقول له خير يا ابني يا ذيب. قال له اذا ترفة تقبل بي على سنة الله ورسوله ترى اني اريد اخطبها منك، اذا ما عندكم مانع، ما دام العالم السولف الكلام المو كويس وقامت تكلم كلام وما تخاف من رب العالمين، ترى اني يشرفني اني اناسبكم وانه ترفة تكون زوجتي. علمك يا عمي اني فقدت الذاكرة وما قاعد اتذكر ايش اسمي ومين اهلي. تقول يا جماعة لما نطق الذيب بالكلام هذا هنا عمتي اخت ابوي قامت تضحك علي وتضحك، لاني الشاب كان وسيم لدرجة كبيرة وبطول الباب ومبين عليه ابن خلقه عالم، ولكن امر الله وامر الله على العين والراس وحصل معاه الامر هذا. وانه عمي يقول له انت شلون تخطب منا طيب وما تعرفنا واحنا ما نعرف مين هلك. وانها عمتي تحترف على اخوها وانها تقول له طول بالك يا اخوي ما بيها شيء، اذا ترفع توافق على جيزتها منه ما بيها شيء ابدا، والشاب مبين عليه كويس، واليوم صار لهم 20 يوم هنا مو داعي تقول العالم قامت تكلم بالقرية، اذا تزوجها على سنة الله ورسوله يقطع كل سالفة. وانه عمي يقول والله ماني عرفان، انت موافقة يا ترفع؟ تقول قلت له موافق. انت يا اختي موافقة على هالرجال هذا انه ياخذ بنت اخونا؟ قالت له عمتي موافقين وتوكلوا على الله. وبالفعل يا جماعة الخير وكلت عمي بأمري وراح مجابه مشهود النوب من القرية، وصارت القسمة والنصيب وتزوجت الشاب هذا اللي سميته الذيب. تقولوا عقب ما تزوجنا يا جماعة حول شهرين متزوجين، وتقول ترفع عايش حياة سعيدة اني والذيب لدرجة كبيرة وما احسد حدا بالدنيا، والله عوضني بهالرجال هذا عقب ما فقدت اهلي وتقدموا لي شباب كثير من القرية وارفضهم لجل اخويا يكبر ويصير رجال. ويوم صار لنا شهرين مزوجين قاعدين اني وياه بيوم من ذات الايام قدام البيت وهالشمس باصة علينا الظهر الحمراء، وقلت له يا ذيب شو رأيك نروح على الغابة لجل انه نجيب حطب؟ وانه يقول ما عندي مانع ابدا، وقومي يا ترفة. تقول خذيت الحبل وخذيت الفاس وتوجهنا لثلاثة الغابة. ويا جماعة حين وصلنا وانه يقول بدي اطلع على الجرة هذه الكبيرة يا ترفة لجل نقطع منها الحطب. قلت له توكل على الله. تقول طلع على الجرة وقام يقطع لي حطب، والجرة كبيرة لدرجة كبيرة، فهنا اشوفه هو داعي يقطع له الحطب واني الايمه جواه، قضى براسه الذيب واشوفه قام يرص راسه ويتألم. قلت له خير يا ذيب ويش داعي يصير معاك؟ يقول شو جاني وجع راس كثير وراسي قام يوجعني يا ترفة لدرجة كبيرة. فقلت له انزل لا تقع من الجرة من فوق ويصيبك حدا الامور. تقول حاول انه ينزل ولكن فقد الوعي الذيب يا جماعة وطاح انه بالقاع، وكانت بصخرة جوا الشجرة فجاء راسه على صخرة وشل صواب كبير وطلع هنا دمه من راسه. تقول فلما جيت عليه وجلسته وحطيته بحضني قمت اضرب كفوف على وجهه واقول له يا ذيب انت تسمعني الا ما تسمعني؟ ولكن لا حياة لمن تنادي. زلمتي راح بغيبوبة ومو دريان ايش اللي داعي يصير معاه.
تقول فهين على جناح السرعة توجهت على البيت لجل انه افزع اخويا ظافر لجل يجي ويحمله معاي. تقول بالفعل فزعت اخويا ظافر وقلت له هيك شي صار معانا، فجاء اخويا معاي وشلنا زوجي وخذيته على البيت. تقول حطيناه على التخت يا جماعة، وقمت امسح وجهه من هدماية اللي سايلة عليه. وعقب نص ساعة وانه يفتح عيونه الذيب وانه يقول يا ترفع اريد شوية مي. يقول اعطيته شوية مي قام يشربها واشوفه تجلس وصافن. فهنا اخويا ظافر قال له شلون صرت يا ذيب وان شاء الله امورك صارت زينة؟ والله وقعت ترى صواب والجرة هذه عالية وما لازم انت طالع عليها. وانه يقول له يا اخوي امر الله وامر الله على العين والراس، ولكن يا اخويا يا ظافر احذر ايش اللي دا يصير معاي. يقول قلت له ايش دا يصير معاك يا اخويا يا ذيب؟ وانه يقول يا اخويا يا ظافر ويا ترفة تعالوا اجلسوا هين كتري، لانه اني تذكرت انه اني من اين بلد وانه ايش اللي صار معاي، وقمت عارفه الحين اني شو اسمي ترى وعارفه اهلي. تقول ترفة حين قال الكلام هذا الذيب اني زتيت حالي عليه وقمت احبه من هين ومن هين واقول له الحمد لله رب العالمين ردت ذاكرتك عليك، والحمد لله الحين انت تعرف منين ومين اهلك. تقول لكن يا جماعة اذا بدي اقولكم يا ريت مين راد ذاكرته عليه راح تقولون يا ترفة ليش تقولين الكلام هذا، ولكن حين تسمعون باللي بده يصير معاي راح بالفعل تتعجبون. تقول قام يقول اني ابوي دزني من السعودية على اليمن لاني بي عندنا تجارة هي لجل انه اقاول عليها، وكنت راكبة السيارة والسيارة ماشية على الاستيراد والدنيا ثلج، وبالفعل على موجب اني ماني مسرع هالسيارة زلت عنا الزفت ودخلت بالغابة وانصدمت بشجرة ونزلت من سيارتي لانه رأسا علقت بيها النار وبعدت عنها تقريبا حول 50 متر واحترفت على السيارة. هنا السيارة علقت وشبت النار بيها وما عرف من بعدها ايش اللي صار معاي. تعالوا مسولفولي. تقول قلت له يا ذيب اني حرمتك ترفة وهذا اخويا اسمه ظافر. قال اتذكر انك حرمتي وانه زوجتك اني بالبيت هذا، الكلام مزبوط ولكن شلون انتم لقيتوني بالغابة؟ تقول ترفة هنا سردت له القصة شلون اني لقيته وعثيت بيه. فهنا لما قام يسرد لنا انه هو من السعودية ومين ابوه ومين امه ومني العمام هو، بالفعل انه متذكر كل شي صاير معاه. فهنا اخوي ظافر على جناح السرعة قال راح اصيح لعمي واصيح لعمتي لجل انه يجون يسمعون من الذيب قصته. وتقول توجه اخوي وراح، ولكن اشوفه حاط ايده على خده واشوفه صافن. قلت له علامك يا ذيب؟ والحمد لله هين انت تذكرت اسمك وتذكرت اهلك وانت دا تقول انك من السعودية، ومعناتها لما انعلقت سيارتك اوراقك الثبوتية ظلن كلهن بالسيارة وعلقن بالسيارة. وانه يقول اكيد لاني كنت حاط المحفظة تبع الهوية بالسيارة بالتابلون. تقول المهم جم هنا عمي وجت عمتي ومرت عمي وسرد لهم هالرجال قصته وانه شلون صاير معاه، وانه يقول له هنا عمي وايش ناوي تسوي يا ابني؟ وانه يقول له يا عمي ناوي اني اروح على اهلي على السعودية وان شاء الله يصير خير. وانه عمي يقول له مو بدك تاخذ حرمتك ترفة معاك الا ما تاخذها؟ وانه يقول له لا ترفة الحين ماني ماخذها معاي لبين ما اروح الحين اهلي اشتغل فكرهم علي كثير واكيد سألهم عني الحكومة اليمنية والحكومة السعودية ولكن ما لقوا لي اثر، وترى اني وحيد الام وابوي رجل اعمال كبير. تقول وانه يقول له عمي على الخير يا ابني يا خالد، ما دامك بدك تروح وعرفت اسمك انك خالد وانك ابن فلان من السعودية ترى يعني امور صارت كويسة، ولكن يا ابني ترى هذه ترفة بنت اخوي ترى تصير حرمتك ومو تروح وتنساها وتنسى الطيب اللي سوته معاك ترى وشلون انقذت حياتك. وانه يقول له يا عمي اعوذ بالله
اني ترفى ما اعيفها اذا اموت، ولكن بدي اروح اضبط الوضع وحكي ويا اهلي واسولف واقول لهم شلون صار معاي، وان شاء الله حتى يجون اهلي معاي لهين واخذ حرمتي على السعودية. تقول هنا ترفى حين قال بدي اتوجه على السعودية، يا جماعة خربط كياني كلياته، وما طقت انه بده يروح من عندي. هذا زلمتي ويعني غالي علي كثير، وتولعت بيه وحسيت الدنيا صارت حلوة من بعد ما كانت الدنيا ظلمة بعيوني عقبها لي. ولكن أمر الله، وأمر الله على العين والراس. تقول فهينا ثاني يوم توجه هذا الرجل الأقرب مقفر باليمن، وحين راح على البلد هو عمي سولف لهم قصته وشلون صاير معاه الحادث. وبالفعل هالجماعة اتصلوا مع السعودية وخدم بصماته وطلع كلامه مزبوط. فهنا جاء عقب يومين من البلد هو وعمي، وإن يقول الحمد لله ترى يا ترفى أموري زبطت الحمد لله، وتأكد من شخصيتي، وإن شاء الله باكر بدي أتوجه على السعودية. تقول هنا قربت عليه ودموعي سيلات على خدودي، وقلت له يا ذيب أني ما راح أقول لك خالد وبدي ظل نادي لك الذيب، مو تروح وتنساني وليش ما تاخذني معاك. وإن يقول إن شاء الله مو قلت لك بدي أجيب أهلي وأجي النوب لهنا لجل إنه آخذك معاي عقب ما يسمعون بالسالفة يا ترفى ولا تاكلين هم. قول ثاني يوم دربته، وحين ركب يا جماعة مع عمي بس سيارة لجل ياخذوا على البلد لجل يطلع من المطار على السعودية، شقد اني هنا حزينة وعيني ما طيق تضحك. وبالفعل ركب مع عمي ومشت السيارة وراح مع المطار. تقول عقب ما راح قمت هنا انطر اني ويوم ويومين واسبوع وعشرة ايام، وجرت الايام لمدة شهر، ولكن ما بإخبار عنا الذيب وما جاني ابدا. وصار له تقريبا 30 يوم وهو لما مشى تكلم معاي وقال لي يا ترفى ترى اكثر من 15 يوم ما اطول واجي لي عندكم. تقول لما هين صار شهر بيوم حسيت بدوخة وصحت لعمتي، فعمتي تعرف بامور الحريم، وانها تقول لي يا بنتي يا ترفى انت حامل. تقول قلت لها اني حامل، وانها تقول ايه بالله ترى الاعراض هذن اللي دا يجنك يا بنتي ما يجن الا على الحرمة الحامل، والله يجعلوا عليك الف مبروك، وعلى قبيل ان شاء الله ما يجي زوجك الذيب وان شاء الله تبشرين البشارة الزينة. قلت لها بشير انت فرحين يا عمه والله يوفقك والله يستر عليك يا عمه، فرحتيني وبشرتيني هالبشارة الزينة، ترى واليوم انت وعمي ومرت عمي وكلكم معزومين عندنا على العشاء. تقول بالفعل قلت لاخويا ظافر روح جيب لنا منها الحلال ذبيحة، وذبحناها لوجه الله تعالى وعزمنا عليها، وجاء عمي ومرت عمي وعمتي وقمنا نتعشى وقمنا نتهرج ونضحك. وجرت الايام يا جماعة المدة 3-4 اشهر. وهنا قمت اقول لعمي يا عم بلش تحاول اذا لك حدا بالسعودية انك تتصل عليه وانه يسألنا على هالزلمتي راح ترى وما ابي منه خبر ابدا. وانه يقول يا بنيتي يا ترفى زوجك قال لنا انه اسمه خالد وانه ابوه فلان، ولكن يا بنيتي السعودية كبيرة ومنين بدنا نسأل عليه، والرياض يا بنتي ترى محافظة يعني كبيرة وبيها خلق لدرجة كبيرة، وما بيقل عمك أبو محمد هناك علمك من قديم الزمان هو غاد بالسعودية وعنده الجنسية. وراح أتصل على عمك على أخوي أبو محمد وبلش يحاول يسأل عن هالرجال هذا، وما بيعدنا يا بنيتي ترى غير هالحل. قلت له إيه بالله يا عمي بلش تتصل على عمي بالسعودية أبو محمد وإنه يسألنا على زوجي ليش للحين ما جاء وما تطمن عني ولا بين علي أبدا. تقول اتصل عمي وبالفعل حين اتصل على عمي أبو محمد وعلمه بالسالفة، قام عم أبو محمد يسأل وقامت روح وتجي الأيام يا جماعة الخير. وبالفعل هنا خلفت وجاني ولد مثل القمر، ولكن لا حياة لمن تنادي. زلمتي ورجالي الذيب ما بين له أثر، وهنا عرفت إنه راح وما عاد يريدني، والغايب
عذروا معاه وما عرف ايش اللي جرى معاه بالسعودية. فعشت حياتي الطبيعية، ولكن ما أخبي عليكم حزين على اللي حصل معاي عقب ما فقدت أهلي وأخوتي اللي توفن بالحادث. وتعرفت على الشاب هذا حين لقيته بالغابة مطعن وصاير معاه الأمر هذا وفاقد الذاكرة، وتزوجني. رد النوب راح ونساني، وهنا الدنيا كلها صارت ظلمة بعيوني، وما يعدي علي يوم والثاني ألا أقوم أبكي حين أقوم أرضع ابني. وجرت الأيام ومشت الحين ما صار عمر ابني هذا 4 سنوات. ويوم وإنه عمي أبو محمد داق من السعودية على عمي، وإنه يقول له أعطيني أريد أسولف مع بنت أخويا ترفع. وتقول بالفعل رحت على بيت عمي وكان بهاتف أرضي، فاتصلنا على عمي وسلم علي ورديت عليه السلام، وإنه يقول يا بنتي يا ترفع والله لي تقريبا حول 4-5 سنوات أسأل عن هالرجال اللي قلتولي اسمه خالد واسم أبوه، ولكن يا بنتي والله ما لقيت لهم أثر بالرياض ولا بشخص إنه يعرفهم أبدا. ويا بنيتي والله عمتك حكت معاي وسولفت لي عن وضعك، ووضعك سيء لدرجة كبيرة وحزينة ومتغيرة. وشو رأيك يا بنيتي يا ترفة تجين العند عمك على السعودية، هم تحجين وتزورين بيت الله وتظلين عندي فترة من الزمان، وبعدين تردين على قريتكم إذا بدك، وإذا ما بدك تظلين عندي بالسعودية وميت السلامة بيك. تقول يا جماعة حين عمي قام يتكلم معايا الكلام هذا وآني حزين لدرجة كبيرة، فهنا قمت أقهد وأبكي على الهاتف وأقول له يا عمي أبو محمد ما تقصر والبيكم خبور ورايك والله زين، ولكن الحين ما أقدر أجي لي على السعودية. ناوي والنية لله إني أزوج أخوي ظافر، وعقب إن شاء الله ما أزوج أخوي ظافر وتطمن عنه إن شاء الله أجي لي عندك على السعودية. وإني يقول على راحتك يا بنيتي يا ترفة، وإيمت مرتي تجين بس اتصلي علي تلفون أني أزبط لك كل الأمور. قلت له الله يسلمك والله يحفظك يا عمي وخير إن شاء الله. قول المهم هنا خطبت بنت من بنات قرايبنا اللي بالقرية لأخويا ظافر لجل إنه يتزوج، وبالفعل سوينا هالفرح وفرحنا بيه ودخل على عروسه. وظليت تقريبا عقب ما تزوج 3 أشهر لبين ما تطمنت عن وضعهم. وتقول هنا اتصلت على عمي أبو محمد وقلت له يا عمي أني جايك على السعودية، وإنه يقول يا ميت السلامة بنت أخويا ترفة الحلوة والمعدلة والفهيمة والله وبدها تنور السعودية ترى بوجودك، وإن شاء الله يا بنيتي ليه جيتي هين يصير خير. قول بالفعل طالعت جواز السفر وتوجهت على المطار وتوجهت ل3 السعودية. تقول يا جماعة رحت عند بيت عمي أبو محمد، وهنا كان مزوج بناته ال3 وهو ما عنده ولد أبدا، يعني ولاد خلفة ما هو جايه، بناته ال3 مزوجات وهو جالس هو ومرت عمي لحالهم بالبيت. تقول لقوني دحى وهلم بيا وقام يشيلون ابني علي الصغير ويحبحبونه ويقولون ما شاء الله ابنك هذا مثل القمر وعلى قبيل ان شاء الله ما تلاقين ابوه. قلت لهم الله يسلمكم والله يحفظكم واللي يجي من رب العالمين يا عمي على العين ثم الراس. قول المهم استقريت عند بيت عمي ابو محمد وقلت له اني ناوية اني اروح وازور واني اطوف حوالي الكعبة وادي مراسم الحج. وقال يا بنيتي والله خير ما تسوين. قول المهم قمت اطوف يا جماعة ودموعي سايلات على خدودي وادعي انه الله يغفر لي ذنوبي ويغفر لامي وابوي ويغفر لابهاتكم ان شاء الله وامهاتكم، وادعي بنفس الوقت واقول يا رب اذا زوجي الذيب على قيد الحياة يا ربي انه نلتقي اني وياه وانه يشوفني واشوفه واني ارد عليه، ويا ربي اذا حتى متوفي وحين راح السعودية توفى يا ربي اني اسمع خبره واني اسمع ايش اللي صاير معاه لجل انه قلبي يرتاح. تقول عقب ما خلصت مراسيم الحج يا جماعة وجيت وقعدت عند بيت عمي ابو محمد، قامت جر الايام
وهنا صار لي تقريبا حول ال5 أشهر عند بيت عمي. في يوم من ذات الأيام نادالي عمي ومرت عمي وإن يقولون يا بنتي يا ترفع ترى اليوم بدهم يجونا ضيوف، وهذا رجال تعرفت عليه من تقريبا كم شهر وعزمته عندي على البيت، بده يجي هو وحرمته وابنه، ويا بنيتي نريدك انتي ترى ومرت عمك تقومون بالواجب وتطبخونا وتسوونا حلويات، يعني يسوونا كل شيء وتبيضون وجهنا قدام صديقي هذا. قلت له يا عمي مو تكرم عيونك انت وضيوفك وانت ومرت عمي وان شاء الله وجهك ابيض حيش عيونك. تقول يا جماعة بالفعل ضبطنا الوضع، وثاني يوم جمها الجماعة لجل انه يزورون عمي، وجت حرمة الرجال وجا معاهم ابنهم الشاب. تقول طبعا الرجاجيل فاتم الحال واحنا الحريم الحال وهالحرمة قعدت معانا. تقول وقمنا نتسولف وقمنا نتهرج، وهالحرمة اشوفها قامت تشيل ابني علي وقامت حبحبه وتلاعبه، وتقول ابنك هذا يا بنيتي الله يخلي لك اياه اشقد حلو واشقد عنده حركات زينة، اللهم صلي على النبي عليه. قلت لها الله يسلمك يا خالة والله يحفظك، وانها تقول اشقد متمني انه ابني خالد انه جاي وظنى. تقول يا جماعة لما قالت ابني خالد يعني اني حين اول زوجي الذيب تذكر وردت عليه ذاكرته وقال لي اني اسمي خالد، ما راحت من مخيلتي كلمته هذه. قلت لها يا خالة اسم ابنك خالد؟ وانها تقول اي بالله يا بنيتي. ليش يا بنيتي تسألين؟ قلت لها لا والله سؤال عابر. تقول ترفع رديت قمت حاكي حالي واقول علامك يا ترفع ان جنيتي راح عقلك، مو السعودية مليانة شباب ومليانة رجاجيل اسمهم خالد، ويعني الحين انت تسألين الحرمة وانه شاكة انه هذا زوجك؟ لا لا ما راح اسأل الحرمة ابدا. تقول قمت اسولف نفسي يعني مثل اللي رايح انجن من كثر ما احب زوجي الذيب. قول المهم هنا وليدي طلع لي برا وراح لي عند جده، وبالفعل حين وصلهم غاد هنا جده قام يلعبه وقال له تعال يا علي على حضني، وقام يحبحبه. فهنا هذا الشاب يا جماعة الخير خالد الرجل قام يلعب الولد هذا الصغير، وابوه الرجال الكبير بالعمر قام يلعبه. وهنا احترف عليه الرجال الكبير صديقه لابو محمد الجديد، وانه يقول له يا اخويا يا ابو محمد ما قلت لي انه بي عندك حدا بالبيت، قلت لي عندك 3 بنيات ومزوجات، يعني هذا الولد الله يخلي لكم اياه ابن وحدة من بناتك؟ وانه هنا ابو محمد يقول له لا بالله هذا ابن بنت اخوي، بنت اخوي يمنية والله وجاية هنا زيارة عندي وراحت حجة البيت، وهذه البنت حاصلة معاها قصة غريبة عجيبة يا اخوي. وانه يقول له ايش قصتها بنت اخوك هذه؟ وانه يقول له الحين انتم جايين تزورونا ومو وقت نفتح هالسيرة هذه. تقول لكن هالرجال هذا اصر، وانه يقول له يا ابو محمد الا تسولف لي سالفة بنت اخوك هذه اللي تقول هذه سالفتها يعني غريبة وعجيبة. وانه يقول له ما دامك مصمم بدي اسولف لك سالفتها. تقول يا جماعة هنا عمي قام يسرد قصتي لهالرجال الكبير بالعمر، وانه شلون صاير معاي وشلون لقيت رجل بالغابة وشلون جبته على البيت وفاقد الذاكرة، والرجال من السعودية ولمن عمي قام يسولف له وتعمق بالسوالف كثير. اشو الرجال الكبير بالعمر كان متشسع وتجلس، وانه يقول له ايه يا اخوي ابو محمد وكمل، وانه يقول له ابو محمد علامك يا اخويا اشوفك انفعلت وبانفعال تقول لي كمل، وانه يقول له يا اخويا هالسالفه دعت تروي لي اياها يعني سمعان بيها من ابني هذا اللي كتري خالد. وانه عمي يقول له شلون سمعان بالسالفه؟ وانه يقول له انت كمل لي للاخير ايش صار معاهم. وانه يقول له هيك القصه، وحين انقذوه وردت عليه ذاكرته وراح السعوديه وما بين على بنت اخويا ترفع ابدا. وانه يحترف اشوف هالرجال هذا السعودي على ابنه الكتر خالد. وانه يقول له يا وليدي سمعت مثل اني ما سمعت من هالرجال هذا ابو محمد؟ وانه يقول له اي بالله يا ابوي سمعت، ويا ابوي والله ماني عرفان ايش اريد اقول لك. وانه يقول له ايش تريد تقول لي؟
يا سبحان الله، شلون الله سبحانه وتعالى بده يجمعنا لجل انه نسمع السالفة من عم هالبنت هذه. ويا ابني مو انت اللي صارت معاك الحادثة هذه؟ يقول ابو محمد لما قال لابنه يا ابني انت مو صارت معاك الحادثة هذه؟ قلت له ولي اخويا وشلون صارت مع ابنك الحادثة هذه؟ قال لي يا اخويا ابو محمد ابني هو اللي صارت معاه الحادثة اللي دعت تروي لي اياها عن بنت اخوك، ولكن ابني هذا خالد ما قال لي انه اني تزوجت بنت غادي واسمها ترفة، ما جاب لي طاري انه تزوج ابدا، بس انه انقذ حياته وحين ردت ذاكرته عليه توجه لاحد الجهات الحكومية واتصل بينا وبالفعل جاء علينا على السعودية، ما جاب طاري انه متزوج. وانت يا ابني يا خالد بالفعل متزوج هذا البنت اليمنية؟ وانه يقول له ايه بالله يا ابوي تزوجتها. وانه يقول له ليش ما قلت الكلام هذا حين سولفت لي قصتك اولي من سنوات؟ وانه يقول له يا ابوي الحين اقول لك اللي رحنا على البيت ما اقدر اسولف لك هين. وانه يقول له الا تسولف لي هنا يا ابني وما راح اتحرك من المطرح هذا اذا ما تقول لي ليش ما قلت لي الكلام هذا. وانه يقول له يا ابويا استر علينا وخلينا لما نروح على البيت اقول لك ايش اللي حصل معاي. وانه يقول وهو الحالف انه ما راح يتحرك الا يسولف السالفه قدام ابو محمد. يقول هنا خالد فقلت له يا ابوي ما دامك مصمم وحلفت انه اسولف لك السالفه، ترى امي ما قبلت انه اقول لك انه اني تزوجت البنت اليمنيه، لاني علمك كانت ناويه انه تاخذ بنت عمي، وعمي عنده مال كثير وعنده بنت وحيده، وقالت لي اذا بدك تقول لابوك انك متزوج بنت من اليمن ابوك على جناح السرعه راح يخليك تروح تجيبها او تجي، واذا جبتها عمك ما يزوجك بنته الوحيده وما ترث ماله يا ابني يا خالد، ولا تقول لابوك. وامي ترى يا ابويا هي اللي ما خلتني انه اقول لك انه اني متزوج بنت من اليمن. يقول خالد هنا ابويا قام يصفق ايد بيد ويقول حسبي الله ونعم الوكيل يا ابني عليك وعلى تصرفات امك هذه اللي تحب المال. المال اللي عندنا كله مو مكفيها لامك لجل انه سوى الامر هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. يقول هنا احترف علي الرجال وانه يقول لي يا اخويا ابو محمد مشان نتاكد من الكلام اللي دا يصير معانا، لاني يا اخويا ابو محمد ترى قصتنا هذه غريبه وعجيبه وحين الخلق تسمع بيها راح تتعجب باللي صار عن طريق الصدفه ما بيني وبينك وشلون تعرفنا على بعضنا من كم شهر، لجن انه الله سبحانه وتعالى يجمع شمل بنت اخوك مع ابني خالد وما تنظلم. وهذا الولد يا اخويا ابو محمد اني جده وهذا ابوه وما نعرفه انه هذا من لحمنا ودمنا. اترجاك يا اخويا ابو محمد تصيح البنت اخوك ترفة لجل انه ابني يشوفها ولجل انه يتعرفون على بعضهم. اخاف انه الاسماء متشابهة والقصة متشابهة، ولكن ما اظن انه متشابهة يا اخويا ابو محمد بهالتفاصيل هذه. يقول ابو محمد بالفعل قمت يا جماعة الخير وقلت الترفة حطي على وجهك يا بنيتي وتعايا ترى صارت معانا قصة غريبة عجيبة. وانها تقول لي ايش القصة يا عمي وشلون تريد تاخذني على الرجاجيل؟ قلت لها انت غطي على وجهك يا بنيتي وخلي بس عيونك طالعات وتعاي معاي، لانه ترى الشيء يحط العقل بتشف. الكلام اللي سمعته من الجماعة هذول اللي عزمتهم وجايين علينا زيارة وتعرفت عليهم جديد. تقول بالفعل حطيت على راسي وتخمرت ومهن بينات الا عيوني وطلعت على هالجماعة. تقول يا جماعة حين لفيت اللفة وجيت على غرفة ضيوب وفتحت الباب وقال لي عمي فوتي، وفتت نظرت عليهم وانه عيني بعين الذيب. قلت له مين الذيب؟ وانه يقول مين ترفة. تقول اني ماني مصدق انه قاعد اشوفه وانه قاعد عند بيت عمي. وانه يقول انت مو ترفة. تقول لا بالله لما الرد اثنى علي الكلام حين سمع كلامي. تقول احترفت لي ورا وطلعت ورحت على الغرفة ابكي العند مرت عمي والعند امه اللي جالسة معانا. تقول فتت عليهن واني ابكي لدرجة كبيرة وحزينة وقامن علي اثنين وخير يا بنيتي وصار معاك. وحرمة عمي قامت تقول له يا ابو محمد وش سويت بالبنت وليش قاعد تبكي؟ وانه يقولها تعالن كلياتشن لجل انه نقعد سوا
ولجل تسمع عن بصار. تقول زوجة أبو محمد بالفعل جينا أني والحرمة كبيرة، وترفى ما عاد ترضى تجي معانا، وقعدنا معها ضيوف، وحين اسردولنا القصة وشلون صاير، هنا حطت ايدها على عيونها ام خالد وقامت تبكي، لاني زوجها قام يقولها يا حرمة وشلون تقولين لابنك انه ما يقول متزوج وحدة من اليمن وهي اللي انقذت حياته، ولولاها ابنك شلته ذيابة، وليش ظلمتي؟ والحين ابنك حين زوجتيه وخذيتي له بنت عمه الوحيدة مشان المال، الحين له مزوج تقريبا حول ال4 سنوات، ولكن الله ما قسم له بالخلفة أبدا. ودحقي هذا عصبي علي اللي عمره 4 سنين شلون مثل النقطة بالمصحف، وشلونه وانتي أحرمتيه من أبوه ابننا لجل انه المال. وانها تقول له يا ابو خالد والله اني مالي خبر انه البنت حامل، وانه يعني ولدت وجابت ولد، اني ابني حين سولف له السالفه قبل انت ما تجي، حين وصل انك متزوج من اليمن، لانه انا عارف ابوك راح يخليك تجيب البنت هذه لهين وما تاخذ بنت عمك، واني غلطت ومنك السماح يا ابو خالد. واني يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا حرمه، والله احنا اغنياء وعدنا مال، الحين انت ظلمت البنت هذه ترفع وظلمتيها كلها سنين وغايبة عن زوجها. فهنا هالرجال ابو خالد يا جماعة الخير قام هو وصديقه ابو محمد عمها الترفة وراحم عليها، وقاموا يرضونها وبيشبشون خاطرها، وقالوا لها يا بنيتي امر الله وصار، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حين حجيتي وقمتي تدعين انه الله يجمع شملك مع زوجك، الله سبحانه وتعالى على حسن نيتك استجاب دعائك وجاب زوجك اللي عندنا على البيت لجل انه تشوفونه ويشوفك. ويا بنيتي كب الماضي وردي على زوجك اذا طيعينا. قول المهم قاموا بيتكلمون معاي، وما غبي عليكم اني الذيب حبيته من دقيقة اللي لقيته وهو مبطوح على الثلج وصاير معاه الحادث، يعني صرت بين نارين، نار كرامتي انه عافني وما سأل عني، ونار ابني ونار حبي الهرج السعودي الذيب. فقلت له يا عمي على كل حال خليني افكر، والحين ماني رايح وجالس معاهم وتكرم عيونك، ولكن اعطيني مهلة من الزمن. قول المهم قاموا هالجماعة عقب ما تعللم وراحم على بيتهم، وظليت المدة 2 وزوجي الذيب وابوي يدزون علينا جاهيات لجل انه اقبل ارد على زوجي. وهنا عقب كل هالجاهيات عمي حط وجهه وقال اني مالي كرامة عندك يا بنيتي يا ترفة. قلت له انت كرامتك على راسي يا عمي، وانه يقول اذا لي كرامة عندك ترى العالم شلت وجهي وهي رايحة جاية جاهيات لجل انه تردين على زوجك، ويا بنيتي اذا تطيعيني وتكرميني ردي على بيتك. قلت له يا عمي على كيفك وما راح اخجلك، ولكن اني طولت هالمسافة هذه كلياتها ولي 2 لجل يا عمي ما يقولون انه ترفى بس رايدة ترد على زوجها، وعلمك سواه معاي يعني مو امر هين. واني يقول يا بنيتي الله سبحانه وتعالى لم شملكم بخير وسلامة، والله يهنيك يا بنيتي انت وزوجك، والحمد لله ان جمعتي انت وياه ولجل انه ابنك ما يعيش يتيم. تقول يا جماعة رديت على بيتي، وحين رديت بالفعل فيلة، وهالفيلة فخمة لدرجة كبيرة وجماعة اغنياء، وحرمته بنت عمه قمنا نتسولف اني وياها، وقلت لها يا خيا ترى لا تعديني انه اني حرمة من اليمن وانه ماخذ زوجك، ترى انت سمعتي بسالفتي وسولف لك اياها اكيد الذيب. وانها تقول لي ايه بالله سولف لي اياها الذيب خالد. قلت لها واني وانت ان شاء الله نعيش بهالبيت هذه مثل الخوات. وانها تقول يا اختي اني ان شاء الله ما يطلع مني قصور، وترى اني رحت على كذا طبيبة وعلى كذا مستشفى، ولكن الطبيبات قال لي ما من لك امل ابدا وما تخلفين، وبلشي يا خي يا ترفة انه الله سبحانه وتعالى يقسم لك بولاد النوب وبنات، وانه نعيش بهالبيت سوا، وان شاء الله ما يطلع مني قصور ابدا. تقول يا جماعة بالفعل بنت عمه يعني خلوقة وكويسة وملتزمة وعدها مخافة من رب العالمين. تقول فاقمنا نعيش سوا،
ولكن أني كل ما يصير دوري ويجي لي عندي الذيب ما غبي عليكم يا جماعة الخير، يعني مثل الزعلان عليه. ويوم منه يقول لي يا ترفع ما حاج زعلان علي وما تكبين الماضي والصار صار. قلت له يا ذيب وشلون تنسى المعروف اللي سويته معاك حين انقذت حياتك ودرت بالي عليك وسميتك الذيب، وتروح وما تجيني وتغيب عني 4 5 سنوات. وانه يقول مو قلت لك انه امي هي قالت لي لا تجيب طاري انك متزوج؟ والله وترى اني ما رحت عن بالي كل هالسنين. قلت له اي صحيح صدقتك، لو اني ماني رايح عن بالك كل هالسنين هذه كان جيت على اليمن ولو تطمنت عني ورديت على السعودية وما قلت لامك انه اني رحت وعديت على حرمتي. وانه يقول صار يا حرمة والمسامح كريم، واريدك تسامحيني وما تجيبين طاري هالامر هذا ابدا من هين وهيك. قلت له اني مسامحك يا ذيب والمسامح كريم. وتقول الحمد لله يا جماعة عشنا بخير وسلامة، وقمت اخلف بنات وولاد واستغريت بالسعودية، واخويا باليمن بالغرية جاء ولاد وبنات، والله سبحانه وتعالى عوضني عقب ما فقدت اهلي وامي وابويا واخوتي، وعقب ما انه صبرت وما تزوجت شاب من قريتنا وقلت لهم ما راح اتزوج الا ازوج اخويا الصغير تا يكبر. وكبر اخوي ولقيت الشاب هذا تا يصير القسمة والنصيب وصير من نصيبه، تا يروح عني سنين تا ارد النوب اجي على السعودية والنوب الاقيه. وبالفعل قصتي ترى راح تستغربون منها وتقولون قصتك غريبة يا ترفة، ولكن هذا اللي حصل وهذا اللي جرى معاي. والحين اني عايشة وعندي 3 بنيات و3 ولاد، والله يخلي ولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.